السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم على قناة علي هشام. هنا قناة نشرح فيها مادة علوم ونديك أهم النصايح والمعلومات اللي ممكن تساعدك في حياتك وفي دراستك. عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معانا النهاردة إن شاء الله الجزء الثاني من الدرس الأول في الوحدة الرابعة، ألا وهو الانقسام الميتوزي. طبعا الانقسام الميوزي، طبعا الدرس اتكلمنا فيه عن تكاثر في تكاثر جنسي وتكاثر لا جنسي. خدنا طبعا الجزء الاول ونزلناه على القناه، وهنا بننزل الجزء الثاني. يلا بينا. الدرس الاول طبعا بيتكلم عن الانقسام الخلوي. طبعا هناخد مراجعه على الدرس على الفيديو اللي احنا خدنا ان الخلايا اجسام الكائنات الحيه الراقيه اللي هي عديده الخلايا زي ما احنا قلنا بتنقسم الى قسمين، في خلايا جسديه وفي خلايا تناسليه. وان الخلايا الجسديه دي بتشمل جميع اجزاء الجسم ما عدا المناسل، اما الخلايا التناسليه فبتشمل المناسل وبتشيل جميع خلايا الجسم. وقلنا خلايا جسدية مثل خلايا الجلد والكبد والكلية والرحم. قال لك الرحم معانا في الخلايا الجسدية مش التناسلية، عشان الناس بتلخبط في الحتة دي. وايه اتكلمنا عنها. الخلايا والرحم مش في الخلايا التناسلية، لا، في الخلايا الجسدية. ايه هي اللي في الخلايا التناسلية؟ زي الخصية والمبيض والمتق في النبات. وقلنا برضو نكمل برضو في الخلايا الجسدية في النبات زي الجذر والساق والأوراق والبذور. خشينا بقى على الخلايا التناسلية، قلنا تشمل جميع خلايا المناسل زي المبيض والمتق والخصية ما عدا خلايا الجسدية. طبعا في منها في الإنسان وفي الحيوان زي الخلايا الجسدية في الإنسان وفي الحيوان بتشمل خلايا الخصية وخلايا المبيض، أما في النبات تشمل خلايا المتق. طبعا قلنا خلايا الخصية بتنتج أو تنتج الحيوانات المنوية الأمشاج المذكرة، والخلايا المبيض بتنتج أمشاج مؤنثة، وخلايا المتق بتنتج حبوب اللقاح اللي هي أمشاج مذكرة برضه. عشان على الكروموسومات، وقلنا تعتبر النواة هي الجزء المسؤول عن عملية الانقسام الخلوي. ده المسؤول عنه النواة اللي موجودة في الخلية، حيث تحتوي نواة كل خلية على المادة الوراثية. النواة ديت اللي بتحتوي على الدي ان ايه، بتحتوي على المادة الوراثية اللي في الخلية بحالها، اللي كان الحي كله. طبعا على هيئة أجسام خيطية الشكل تسمى الكروموسومات أو الصبغيات. الكروموسوم هو الصبغيات، فهمت؟ فالكروموسومات ده قلنا إن هو أجسام خيطية. تعريفه بقى أجسام خيطية الشكل توجد في أنوية الخلايا وتمثل المادة الوراثية للكائن الحي. عرفنا إن الكروموسومات دي هي أجسام خيطية الشكل بتوجد فين؟ بتوجد في الأنوية اللي هو النواة اللي في الخلية، اللي هي بتمثل المادة الوراثية للكائن الحي. وخدنا طبعا هنا شكل الخلية. ماشي، دي النواة اللي هي البيضة دي، ودي الكروموسومات الموجودة في داخل النواة، والنواة ديت بتمثل الدي ان ايه او المادة الوراثية في الخلية الحية. دي بحالها الخلية. تمام. التركيب العام اللي هو ده يتركب من الكروموسوم من خيطين متماثلين يسمى كل منهما كروماتيد متساقين معا عند السنترومير. وقلنا السنترومير اللي هو الموجود في منطقة النص ده، وتعريفه منطقة اتصال كروماتيدي كروموسوم معا. التركيب الكيميائي يتركب الكروموسوم من الحمض النووي يسمى دي ان ايه، يحمل المعلومات الوراثية اللي هي الصفات الوراثية للكائن الحي عدد الخلايا. بروتين، وبتكون من بروتين، يعني بتكون من حاجتين. الكروموسوم التركيب الكيميائي يتكون من دي ان ايه وبروتين، يتكون من دي ان ايه وبروتين زي ما احنا قلنا. الحمض النووي الذي يحمل المعلومات الوراثية للكائن الحي ده هو الدي ان ايه. خشينا وقلنا خلصنا الدنيا دي بحالها ان الخليه بتحتوي على انويه. الانويه ديت جواها الكروموسومات، والكروموسومات ديت فيها البروتين وفيها الاحماض النوويه. خدنا طبعا ده كله في الدرس اللي فات، ممكن ترجع للفيديو. نخش على الانقسام الميوزي على طول عشان ما نتاخرش عليكم في الدرس. الانقسام الميوزي او يسمى انقسام اختزالي، مكان حدوثه بيحدث في الخلايا التناسليه اللي هي خلايا المناسل. الخلايا الناتجة عن الانقسام الميوزي ينتج عنه 4 خلايا جنسية اللي هي أمشاج، بكل منها نصف عدد كروموسومات الخلية الأم. الخلية الأم فيها 2 نون. لو حصل انقسام ميوزي يدي بقى إيه؟ قالك يدي نون ونون. تمام؟ يبقى احنا عرفنا كده ان الانقسام الميوزي بيسمى انقسام اختزالي. ليه؟ لأنه بيختزل الخلية الأم، بيخليها نصف نصف. يعني هنا خلينا الخلية الأم اللي هي كانت 2 نون
خليناها نون ونون، فيبقى ينتج عنه 4 خلايا جنسية أمشاج بكل منهم نصف عدد كروموسومات الخلية الأم. لو الخلية الأم تحتوي 2 نون، إذا الخلايا اللي نتج عنها تكون نون. أهميته تكوين الأمشاج للخلايا الجنسية اللازمة لتنويع التكاثر الجنسي في الكائنات الحية الرقية، والمسؤول عنه انتقال الصفات الوراثية من الآباء للأبناء. يبقى إيه هي وظيفة الانقسام الميوزي؟ اللي هي تكوين الأمشاج. الأمشاج ديت اللي هي بتساعد على إتمام عملية التكاثر الجنسي في الكائنات الحية الرقية، ودي برضو مسؤولة عن انتقال الصفات الوراثية والجينات من الآباء إلى الأبناء. يبقى الانقسام الميوزي أو الاختزالي هتقوله هو انقسام الخلايا التناسلية، انقسام الخلية أو الخلية التناسلية إلى 4 خلايا جنسية اللي هي بتسمى أمشاج، بكل منها نصف عدد كروموسومات الخلية الأم. زي ما قلنا هي الأم هي 2 نون كروموسومات، ادت 4 خلايا، كروموسوم نون وكروموسوم نون وكروموسوم نون وكروموسوم نون، ادت كام؟ ادت 4 فيها نصف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الأم. علل يسمى الانقسام الميوزي بالانقسام الاختزالي. ليه الانقسام الميوزي بيسمى بالانقسام الاختزالي؟ لأنه بيختزل عدد الكروموسومات، زي ما احنا قلنا بيختزل عدد الكروموسومات في كل خلية من الخلايا الأربعة الناتجة عنه إلى نصف عدد كروموسومات الخلية الأم. يعني بعد ما كانت 2 نون بقت نون، حصل لها اختزال أو انقسام. الانقسام الميتوزي مهم لجسم الطفل على عكس الانقسام الميوزي. يعني جسم الطفل محتاج انقسام ميتوزي ومش محتاج انقسام ميوزي. ليه؟ لأن احنا قلنا الانقسام الميتوزي ده مختص بالخلايا الجسدية، أما الانقسام الميوزي مختص بالخلايا الجنسية أو التناسلية. وقلنا إن الطفل ده مش محتاج الخلايا التناسلية دي في حاجة، لكن هو محتاج الانقسام في الخلايا الجسدية زي الكبد الكبد بقى والمعدة والبنكرياس ولا آخره. يبقى تقول له إن الانقسام الميتوزي أهو يؤدي إلى النمو الذي يحتاج إليه جسم الطفل وتعويض الخلايا التالفة، وبيحصل برضه اختلاف في الخلايا، فهو بيحتاج إن الانقسام الميتوزي ده يحصل عشان يعوض الخلايا التالفة الموجودة والمفقودة عند حدوث جرح أو كسر في العظام. بينما الانقسام الميوزي يؤدي إلى تكوين الأمشاج التي يحتاج إليها الطفل بعد عملية البلوغ أو بعد إتمام التكاثر الجنسي. بقول لك ملحوظة: عند اتحاد المشيج المذكر بالمشيج المؤنث خلال عملية الإخصاب يتكون الزيجوت ده والذي يتجمع به عدد كامل من الكروموسومات اللي هو 2 نون، وبالتالي يظل عدد الكروموسومات ثابت في افراد النوع الواحد. عشان يجي واحد يقول لك ايه، طب ازاي الامشاج نون والزيجوت اللي بيحصل او الحاجه اللي بتحصل جديد 2 نون؟ هقول لك ما هو المشيج المذكر بيتحد مع المشيج المؤنث، ده نون وده نون، يدينا 2 نون اللي هو الزيجوت، ولذلك بيفضل الكروموسومات ثابت الى مدى الحياه والى مدى افراد النوع الواحد مهما تكاثرت ومهما تزايدت. قال لك مراحل الانقسام الميوزي: يتم الانقسام الميوزي على مرحلتين متتاليتين. الانقسام الميوزي ده بيتم على كام مرحله؟ مرحلتين. اولا انقسام ميوزي اول وفي انقسام ميوزي ثاني. اولا انقسام الميوزي الاول اللي هو الاختزالي الاول، قال لك يسبق الانقسام الميوزي الاول طور بيني. ليه؟ قال لك لتهيئه الخليه للدخول في مراحل الانقسام بالقيام ببعض العمليات الحيويه اللازمه للانقسام ومضاعفه الماده الوراثيه للكروموسومات. يبقى قبل ما يحصل انقسام ميوزي اول في طور بيسبقه هو الطور البيني. ليه؟ عشان اهيئ الخليه للدخول في مراحل الانقسام الميوزي بالقيام ببعض العمليات الحيويه اللازمه للانقسام ومضاعفه الماده الوراثيه للكروموسومات. ده الطور البيني وده شكل الطور البيني. تمام. يتضمن الانقسام الميوزي الاول 4 اطوال: في طور تمهيدي اول، طور استوائي اول، طور انفصالي اول، والطور النهائي الاول. يبقى كام طور تمهيدي اول، وبعدين نخش على الاستواء الاول، بعدين نخش على الانفصالي الاول، وطور نهائي اول. تمام. ما التغيرات الحديثه في كل طور من اطوار الانقسام الميوزي الاول مع التوضيح بالرسم، الحاجه دي مهمه جدا 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 وبتيجي في الامتحان. اولا اسم الطور هناخد الطور التمهيدي الاول. قال لك تتكثف الشبكه الكروماتينيه، الشبكه الكروماتينيه اللي دي بتتكثف لتظهر في شكل ازواج متماثله، اللي هي الحته دي كده ماشي من الكروموسومات. يتقارب كل كروموسومين متماثلين، الكروموسومين دول بيتقاربوا من بعض اللي هم دول، يتقاربوا من بعض ليصبحوا مجموعة واحدة مكونة من 4 من الكروماتيدات بتطلق عليهم المجموعة الرباعية. في كمان كروماتيدين طالعين اهو. يبقى كده كام؟ 1 2 3 4. تسمى المجموعة الرباعية. يبقى تعريف المجموعة الرباعية هتقول له هي مجموعة مكونة من 4 كروماتيدات تنشأ من تقارب كروموسومين متماثلين مع بعضهما أثناء الطور التمهيدي الأول من الانقسام الميوزي. قال لك في نهاية هذا الطور تتبادل قطع من الكروماتيدات المتماثلة فيما يعرف بظاهرة العبور، تختفي وتتحلل النووية والغشاء النووي. النووية الموجودة هنا بتختفي، والغشاء النووي اللي موجود بره ده بيختفوا، وتتكون خطوط المغزى اللي تتصل بكروموسومات عند منطقة السنترومير، منطقة المنتصف، ويبدأ كل كروموسومين متماثلين من المجموعة الرباعية بالابتعاد عن بعضهم. ده كله بيحصل فين؟ بيحصل في الطور التمهيدي الأول. يبقى
الطور التمهيدي الاول بتتكثف في الشبكه الكروماتيديه او كروماتينيه، تظهر في شكل ايه؟ تظهر في شكل ازواج متماثله من الكروموسومات، يتقارب كل كروموسومين متماثلين مع بعضهم ليصبح مجموعه واحده مكونه من 4 كروماتيدات تطلق عليها المجموعه الرباعيه. ما هو المجموعه الرباعيه دي؟ المجموعه الرباعيه دي هتقول له مجموعه مكونه من 4 كروماتيدات تنشأ من تقارب كروموسومين متماثلين من بعضهما اثناء الطور التمهيدي الاول. في نهايه الطور ده بتتبادل قطع من الكروماتيد المتماثله فيما يعرف بذره العبور، وتختفي وتتحلل النويه والغشاء وتتكون خطوط المغزل، ويبدا كل كروموسومين متماثلين في المجموعه الرباعيه بالابتعاد عن بعضهما. خدها كده كخريطه ذهنيه فصل. اول حاجه هيحصل تكثف، وبعدين هيحصل تقارب للكروموسومات، وبعد كده يحصل تتبادل قطع من الكروماتيدات المتماثله فيما يعرف ذرة العبور، وبعدين تتحلل، وبعدين تتكون خطوط المغزل، وبعدين يبدأ كل كروموسومين بقى بالايه؟ بالابتعاد عن بعضهم. خشينا بقى على الطور الاستوائي الأول. طور الاستواء الأول اللي هو في المرحلة الثانية أو الطور الثاني. الطور الاستوائي الأول تترتب أزواج الكروموسومات المتماثلة عند خطوط الاستواء الخلية بواسطة خطوط المغزل المتصلة بها. هناك ما كانتش مترتبة، هنا ترتبت وخلصت. بس ده الطور الاستوائي الأول، سهل بسيط. تالت حاجة الطور الانفصالي الأول. إيه اللي بيحصل؟ بيحصل تكامش أو انكماش خيوط المغزل. خيوط المغزل بتنكمش، فيبتعد كل من الكروموسومين ديت، بيبتعد كل كروموسوم متماثلين عن بعضهم البعض، ويتجه كل منهما إلى أحد قطبي الخلية. يعني ده واحد بيطلع فوق وواحد بينزل تحت، واحد بيطلع فوق وواحد بينزل تحت. ده الطور الانفصالي الاول. نخش بقى على الطور النهائي الاول. تختفي خطوط المغزل دي، بتتحلل وتختفي، ويتكون عند كل قطب من قطبي الخليه نويه وغشاء نووي يحيط بالكروموسومات. في ظهر عندك غشاء اهو كاش موجود، وظهر نويه اهي. حصل ما حصلش؟ حصل. يتكون عند كل قطب من قطبي الخليه نويه وغشاء نووي يحيطان بالكروموسومات، وبذلك تتكون نواتان جديدتين وغشاء النوويان. كل حاجه راحت لحالها، وفي نهايه هذا الطور تنقسم الخليه لخليتين. هنا خليه اهي، وهنا خليه فوق اهي، وخليه تحت اهي. تحتوي كل منهما على نصف عدد كروموسومات الخليه الام. تمام. في حاجه اسمها ذره العبور زي ما احنا قلناها فوق. قلنا ان هي ما الخطوط تمر بظاهره العبور ديت. قال لك الاول حاجه بتتكون المجموعه الرباعيه، وبعدين يلتف طرفا الكروماتيدان الداخليان في المجموعه الرباعيه، وبعدين تتبادل الاجزاء الملتفه من الكروماتيدين الداخليين. فاذا تعريف ظاهره العبور هي عمليه تبادل للجينات بين الكروماتيدين الداخليين للمجموعه الرباعيه. بيحصل تبادل للجينات، الجينات اللي هي الصفات الوراثيه يعني، بين الكروماتيدين الداخليين للمجموعه الرباعيه. ايه اهميه ظاهره العبور؟ تعمل ظاهره العبور على تنوع الصفات الوراثيه في فرد النوع الواحد، ودي حاجه مطلوبه جدا انت محتاجها. ليه بقى؟ قال لك لانه يتم فيه تبادل للجينات التي تحمل الصفات الوراثيه في جزيء الحمض النووي الدي ان ايه بين الكروماتيدين للداخلين الكروموسومين متماثلين في كل مجموعه رباعيه، والتي تتوزع عشوائيا في الامشاج. زي احنا قلنا كروماتيدين مع بعض وكروماتيدين مع بعض. هنا دي واحده بتاخد واحده وواحد بتاخد واحده. ليه؟ قال لك علشان يحصل تنوع في الصفات الوراثيه اللي الجسم محتاج بيها وانت محتاج بيها. مش عايز انت مش محتاج يبقى عندك صفات وراثيه واحده، لا، انت عايز عندك اختلاف في الصفات الوراثيه عشان تعرف تتاقلم وتتعامل. الانقسام الاختزالي الثاني، عشان احنا قلنا ان الانقسام الميوزي ده نوعين، انقسام ميوزي اول وانقسام ميوزي ثاني، او انقسام اختزالي اول وانقسام اختزالي ثاني. خدنا الاول وخدنا اطواره اللي هم الاربعه. بقى على انقسام الميوزي الثاني. انقسام الميوزي الثاني يهدف انقسام الميوزي الثاني لزياده عدد الخلايا الناتجه من انقسام الميوزي الاول، حيث ينقسم فيه كل خليه من الخليتين الناتجتين. فاكر الخليتين الناتجتين من انقسام الميوزي الاول بنفس طريقه انقسام ميتوزي بقى، فينتج عنه 4 خلايا بكل منهم نصف عدد كروموسومات الخليه الام او الخليه التناسليه. زي ما عندك هنا انقسام الميوزي كروموسوم 2 نون اهو، حصل له انقسام ميوزي اول فاداني كروموسوم نون وكروموسوم نون. حصل له انقسام ميوزي ثاني، الانقسام الميوزي الثاني ده يشبه الانقسام الميتوزي، فاداني كام خليه؟ الخليه دي ادتني 2 والخليه ديت ادتني 2، اذا اداني 4 خلايا بكل منهما نصف عدد الكروموسومات الموجوده في الخليه الام للخليه التناسليه. كل واحده نون خليه الام، لان الخليه الام تحتوي على 2 نون. ضمن الانقسام الميوزي الثاني 4 اطوار: طور تمهيدي اول، طور استوائي تاني، طور تمهيدي تاني، طور استوائي تاني، وطور انفصالي تاني، وطور نهائي تاني. ده الطور التمهيدي الاول اهو. معلش، ده الطور التمهيدي التاني، وده الطور الاستوائي التاني، وده الطور الانفصالي التاني، وده الطور النهائي الثاني. ملحوظات في الطور في الانقسام الميوزي الاول: بيسبق الطور التمهيدي الاول طور بيني تضاعف فيه الماده الوراثيه. اما في الانقسام الميوزي الثاني ما بيسبقش الطور التمهيدي الثاني طور بيني فلا تضاعف الماده الوراثيه. يبقى يعني يسبق في الانقسام الميوزي الاول طور بيني. طب ايه الطور البيني ده؟ قلنا انه بيحصل فيه تضاعف الماده الوراثيه فيه. تمام.
في الانقسام الميوزي الأول لا تنقسم السنتروميرات في الطور الانفصالي الأول، حيث تتكون مجموعتان متماثلتان من الكروموسومات ثنائية الكروماتيد عند قطبي الخلية. أما في الانقسام الميوزي الثاني بتنقسم السنتروميرات في الطور الانفصالي الثاني، حيث تتكون مجموعتان متماثلتان من الكروموسومات أو خلية الكروماتيد عند قطبي الخلية. ويمكن تلخيص مرحلتين الانقسام الميوزي بأطوارهم كما هو موضح بالشكل ده. ده الطور التمهيدي الأول، قلنا حصل فيه إيه وعمل فيه إيه، وتحللت الغشية والنوايا وتكاثفت الكروموسومات، وكل واحدة راحت في حتة، وقلنا إن هي راحت على طور الاستواء التاني. طور الاستواء التاني حصل فيه ترتيب بس، وقلنا ده اترتبت شكلها اترتب أهو. رحنا على الانفصال الأول، كل واحدة راحت عند قطبي الخلية. لو فاكر عايزك تبقى مركز معايا، طول النهائي الأول الانقسام بقى اللي حصل، كل خلية راحت لحتة واحدة، كل خلية تكون لها غشاء وتكون لها نواة. بعدين دخلنا بقى على التمهيدي الثاني اللي هو في الطور الميوزي الثاني أو في الميوزي الثاني. حصل إيه بقى؟ حصل إن كل خلية من الخليتين ديت كل واحدة ادتني فيهم خليتين جديدتين. ازاي بقى اديتنا خليتين جديدتين؟ اللي حصل نفس اللي حصل في الاول، ان كل الكروماتيدات ديت انقسمت، مش هما كانوا كروماتيدتين اهو، بينقسم، دي راحت واحده وراحت واحده، وبعدين كل واحده راحت عند قطب الخليه، وبعدين انقسمت كل واحده راحت نون ونون، وهكذا. عشان يجي يقول لك قارن، ودي اهم سؤال واكتر سؤال ممكن يقول لك قارن بين الانقسام الميتوزي والانقسام الميوزي. ده احنا عاملين ده كله عشان نوصل للحته دي، اللي هو يقول لك قارن بين الانقسام الميتوزي والانقسام الميوزي. يعني حته جامده جدا يعني، بتيجي كتير جدا في الامتحانات، وهنحل عليها اسئله يعني ان شاء الله، فلازم تبقى مشترك في القناه. فلما يجي يقول لك الانقسام الميتوزي والانقسام الميوزي الفرق بينهم، اولا لازم تبقى حافظ الحاجات دي اللي هي الخلايا التي يحدث لها الانقسام، عدد الخلايا الناتجه عن الانقسام، عدد الكروموسومات في الخليه الناتجه، اهميه او اهداف الانقسام ومراحل الانقسام. تبقى حافظ الحاجات دي عشان يجي يقول لك قارن. تبقى حافظ انت الحاجات دي، هتقول له الخلايا التي هتكتب له الاول اللي هي الخلايا التي يحدث لها انقسام والحاجات اللي انا كاتبها في الاول دي، وبعدين تبدا بقى ايه تكتب انقسام الميوزي وانقسام الميتوزي، وتبدا ايه تمخمخ بقى مع نفسك. فبقول لك الخلايا التي يحدث لها الانقسام. في الانقسام الميتوزي جميع الخلايا الجسديه ما عدا الخلايا العصبيه وخلايا الدم الحمراء البالغه. اما الانقسام الميوزي الخلايا اللي بيحدث لها انقسام الخلايا التناسليه بس، خلايا المناسل، خلايا الخصيه والمبيض والمتق. طيب ده اول حاجه خدناها. تاني حاجه عدد الخلايا الناتجه عن الانقسام. في الانقسام الميتوزي خليتان جسديتان متماثلتان. اما في الانقسام الميوزي 4 خلايا جنسيه كل منها يحتوي على نصف عدد كروموسومات خليهم. تمام. تالت حاجه بيتكلم عن عدد الكروموسومات في خليه او في كل خليه من الخلايا الناتجه. على الانقسام الميتوزي بيدي نفس عدد الكروموسومات الموجوده اللي هي 2 نوع، اما في الانقسام الميوزي بيدي نصف عدد الكروموسومات الموجوده في الخليه الام، وده قلناها. اهداف او اهميه الانقسام. الانقسام الميتوزي بيحصل للنمو للكائن الحي وتعويض الخلايا التالفه والمفقوده، وتنام على نتائج التكاثر اللا جنسي في بعض الكائنات مش الجنسي. اما اهداف الانقسام الميوزي تكوين الامشاج المذكره والمؤنثه، بتكون الامشاج المذكره والمؤنثه اللازمه لاتمام عمليه التكاثر الجنسي في معظم كائنات الحياه الراقيه، والتنوع في الصفات الوراثيه. اخر حاجه مراحل الانقسام. في الانقسام الميتوزي مرحله واحده تتضمن 4 اطوال، اما في الانقسام الميوزي كان مرحلتين ماشي، هما مرحله الانقسام الميوزي الاول والميوزي الثاني، وتضمن كل منهما عيب 4 اطوال، في الحالتين بتكون 4 اطوال. يبقى الانقسام الميتوزي مراحل الانقسام مرحله واحده بتتضمن 4 اطوار، والطور التمهيدي واستوائي وانفصالي ونهائي. اما في مراحل الانقسام في الانقسام الميوزي مرحلتين، انقسام ميوزي اول وانقسام ميوزي ثاني. والانقسام الميوزي الاول ضمن كل منها 4 اطوار، هما الطور التمهيدي والاستوائي والطور الانفصالي والطور النهائي. وقلنا مرحله الانقسام الميوزي الاول بيسبقها الطور بيني لو تبقى فاكر يعني. القارن الثاني الخلايا التناسليه والخلايا الجنسيه الامشاج. اولا تقول له هي ايه، وعدد الكروموسومات، ونوع الانقسام، والاهميه. اولا الخلايا التناسليه هي خلايا الخصيه والمبيض في الانسان والحيوان، وخلايا المنتج والمبيض في النبات. اما الخلايا الجنسيه للمشيج في الحيوان المنوي والبويضه في الانسان والحيوان، وحول اللقاح والبيضات في النبات. تمام. عدد الكروموسومات في الخلايا التناسليه تحتوي على ضعف عدد الكروموسومات الموجوده بالخليه الجنسيه للامشاج اللي هو عدد الثنائي 2 نون. اما الخليه الجنسيه بتحتوي على نون بس، اللي هو تحتوي على نصف عدد الكروموسومات الموجوده بالخلايا التناسليه. نوع الانقسام. الخلايا التناسليه بتنقسم انقسام زي ما احنا قلنا انقسام ميوزي، اما الخلايا الجنسيه لا تنقسم. الخلايا الجنسيه للامشاج دي ما بتنقسمش لان موجوده في اخر حاجه اصلا. اهميه الخلايا التناسليه قلنا ننتج الامشاج. الخلايا التناسليه بتنتج الامشاج، اما الامشاج ذات نفسه بقى اللي هي الخلايا الجنسيه بتتم عمليه التكاثر الجنسي. ونبقى كده خلاص خلصنا الدرس الاول في الوحده الرابعه،
خلاص فاضلنا 3 دروس ونفنش المنهج ده، وهنبدا نحل بقى ان شاء الله في الدرس الجاي على الدرس الاول في الوحده الرابعه. لازم تبقى مشترك في القناه، واتمنى لك كل التوفيق يا صديقي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.